السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده برام او طاجن رز معمر من الاخر، يعني رز مستوي تمام، الطعم حلو جدا، وكل التريكات والاسرار في الفيديو ده، وان شاء الله طريقه سهله وبسيطه جدا. لايك وشير للفيديو الجميل خالص ده، ويلا نسمي الله ونشوف مقاديرنا ايه. ومعايا في المكونات اللي هستخدمها هنا 1.5 لتر من اللبن الحليب، ولسه ما غليناهوش، اللبن طازه فريش. ومعايا كمان كيلو من الرز المصري المغسول مش منقوع. ومعايا هنا 12 معلقه من السكر، يعني حوالي 225 جرام سكر، او كوبايه ومعلقتين. ومعايا معلقتين من القشطه، وكوبايه من الميه، و2 باكت من الفانيليا، ومكعبات من الزبده، وربع كوب من الكريمه اللباني، ودي اختياري نقدر نستغنى عنها، وفي مكون كمان اساسي جدا هنستخدمه واحنا مع بعض في الوصفه بتاعتنا. ومعايا في الحله في البدايه كده هنزل فيها بلتر ونص من اللبن الحليب. طبعا يفضل اللبن بتاعنا يكون بخيره، يعني لبن فلاحي الخير بتاعه يبقى تمام. وعليه بكوبايه الميه اللي هي حوالي 300 مللي من الميه، وباخدهم على البوتاجاز بغليهم كويس جدا. انا عايزه اللبن بتاعي يكون سخن جدا. ومعايا كيلو الرز المصري المغسول ومش منقوع، وبنزل في البوله هنا. انا عايزه حاجه تكون اكبر شويه معايا علشان اقدر ان انا ادمج المكونات على الرز بطريقه كويسه جدا. وهنشوف ايه اللي هنضيفه على الرز سوا مع بعض. معلقتين القشطه ببدا ان انا اضيفهم كده على الرز. عايزه اقول لكم بتخلي طعم الرز في حته تانية خالص. ببدا ان انا اقلبها كويس جدا معاها. عملنا الخطوه دي مع بعض في الرز المعمر المالح اللي كان بقطع اللحوم. بجد ما بستغناش عن الخطوه دي ابدا في طواجن او برامات الرز المعمر، بتفرق كتير جدا. والاضافه بقى اللي قلت لكم عليها في بدايه الفيديو هنشوفها مع بعض دلوقتي. هنا ببدا ان انا ادمج بقى بايديا كده، لبست الجلافز، وببدا ان انا يعني ادخل في حبايه الرز كل القشطه اللي انا ضفتها. ما شاء الله بتخلي طعمها، بتخلي الحبايه بتاعه الرز نفسها متشبعه، خطيره. دي الاضافه اللي قلت لكم عليها. معلقتين 3 من الزيت، عايزه اقول لكم بتفرق كتير جدا، بتخلي معانا الرز مفلفل، ما يعجنش منك تماما، اطعم واحلى رز حرفيا ممكن تاكلوه. جربوا بس معايا التريكات والخطوات اللي انا بعملها معاكم، وان شاء الله هتفرق كتير جدا في طعم طاجن الرز المعمر بتاعكم. معايا هنا بقى ده البرام اللي انا هستخدمه. اللهم بارك، هو حجمه كبير شويه، علشان كده اخد معايا كميه محترمه جدا من الرز ومن اللبن. سخنته كويس جدا في الفرن. بحب ان انا اسخن البرام بتاعي قبل ما ابدا اضيف المكونات. ومعلقه من السمنه البلدي كده في القاع والاجناب، وبوزعها بالفرشه زي ما شايفين مع بعض. وبنزل عليه بالرز اللي شبعناه بالقشطه كويس جدا، وادينا له معلقتين 3 الزيت، اللي التركيه المهمه جدا مع الرز المعمر. وهنا اللبن بعد ما غلى تماما، اللي هو كيلو ونص، لتر ونص من اللبن الحليب، وعليهم 300 مللي من الميه. نزلت عليهم بالسكر، والسكر بيكون على حسب الرغبه. يعني انتوا لو حابين السكر يكون زياده شويه، او بتحبوا الحاجه بتاعتكم زياده شويه، خلاص تقدروا تضيفوا 250 مللي من السكر، يعني حوالي كوبايه ونص من السكر. خلاص حبايبي، هنا بقى ضفت الباكيتين من الفانيليا، كيسين الفانيليا. ذره الملح مش بننساها تماما مع اي حاجه بنضيفها. وبدوب كل المكونات كويس جدا علشان السكر يدوب مع اللبن كويس. وبعد كده انزل على الرز باللبن الحليب والمكونات اللي موجوده فيه. الطاجن بتاعنا كده تمام جدا. نسينا شويه الكريمه اللباني اللي قلت لكم عليها، دي اللي انا كنت استخدمتها معاكم في شوربه السي فود. الصراحه كانت بقى معايا ربع كوبايه دي، فانا حبيت ان انا اضيفها. طيب تمام، لو مش موجوده عادي جدا تقدري تعمليه من غيرها ويبقى كويس جدا معاكي. يعني الطاجن بتاعنا مش هيقول لا لو عملناه من غير كريمه لباني خالص يا جماعه. معايا هنا على الوجه هبدا ان انا اضيف قطعه من الزبده، وهنا بضيف الزبده الصفراء على الوجه، بتديني طعم احلى كتير وشكل اجمل. وقطعه من القشطه تحفه جدا. بدخلها الفرن بتاعي. اللهم بارك، شايفين الطاجن طالع عامل ازاي؟ اول برام بتاعنا من الرز المعمر خطير بجد. دخل الفرن على درجه حراره 180، طبعا مسبق بالتسخين. اخد معايا قد ايه؟ اخد معايا ساعه وربع بالظبط. شغلت له الشوايه، هو كان اخد لون، بس حبيت ان انا اديله لون احمر شويه زي ما احنا ما شايفين مع بعض. اللهم بارك. الطاجن بتاعنا تحفه جدا. هنا شايفين انا ما حبيتش ان انا اقطع المقطع ده خالص، هو طبعا لسه سخن وطالع مفرفط معانا وتحفه جدا. يعني الرز بتاعنا مش معجن في بعضه ابدا. انا بوريكم هنا قد ايه الرزايه جميله جدا ومستويه جدا، والقاع بتاعنا اللهم بارك تحفه جدا. فالاساسي والضروري مع الرز المعمر انك تدخليه على فرن حامي. وهنا شايفين القاع، بوريكم التحميره تحفه جدا. يعني القاع بتاعه مستوي تمام، وفي نفس الوقت مش اخد لون غامق او اتحرق مننا. التسويه بتاعته مظبوطه جدا، اللهم بارك. ارتفاعه يعني هايل جدا. البرام عالي وحجمه كبير، شايفين بقى. وبوريكم هنا يعني هو لسه سخن وبرده
الرزايه معانا ما شاء الله جميله جدا. وعايزه اقول لكم الوش بتاعها جوسي، شايفين جوسي وطري جدا. الف هنا وصحه يا رب على اللي شاف وعلى اللي اكل. تسلم ايديكم مقدما يا حبايبي، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب، اللهم امين. دعوه حلوه من قلبكم ولكم بالمثل ان شاء الله. احبكم جدا في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا اجمل واحلى اخوات في الدنيا. لايك وشير للفيديو الجميل خالص ده، اشكركم جدا والسلام عليكم.